السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال. النهاردة هنعمل وصفة بسيطة جدا وسهلة خالص واقتصادية في نفس الوقت. يعني هي هتبقى نوع من المخبوزات وهنعمله باللحمة المفرومة. اولا انا معايا لحمه مفرومه. هنعمل برجر، هنعمل طريقه البرجر الكلاسيك اللي هي برجر اللحمه اتطلبت مني. طريقته سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش يعني افكار كتير وما فيهاش اي حاجه خالص. البرجر ما بيتحطلوش، برجر اللحمه الكلاسيك ما بيتحطلوش اي اضافات نهائي، ما بيتحطلوش غير ملح وفلفل بس. هي الفكره ان انت لو اللحمه بتاعتك فيها نسبه دهون عاليه، او انت لاقياها ان هي مش بتتعمل معاكي اقراص اللي هي بتاعه البرجر، بتبداي ان انت تحطي معلقه بقسماط بس او معلقتين بقسماط مطحون، ان انت تلميه بيها وان انت تعمليه اقراص بس، مش بتحطي له اي اضافات تانية خالص. اللي في حاجه تانية كمان، اللحمه المفرومه طبيعي جدا ان هي تتحط في النار ان هي تكش او ان الحجم بتاعها يقل، فانت بتعملي مثلا الحجم بتاعه فبيبقى كبير شويه بيكش. شكله بيكون غير منتظم، اللي هو البرجر العادي اللي احنا بنعمله اللحمه في البيت ممكن الاطراف بتاعته تكون مشققه. دي كلها حاجات دي بتاعه البرجر الكلاسيك اللي احنا بنعمله في البيت. اما ان انت تحطي له بيض، ان انت تحطي له بقسماط، دي مش طريقه البرجر اللي المفروض ان انت تعمليه في البيت. انت بتعملي برجر في البيت من غير فول صويا، من غير اي حاجه. انتوا بتحبوا ان انتوا تستفادوا باللحمه وان انتوا تستفادوا بالطعم بتاعها، ان هو تحس ان انت بتاكلي لحمه. احنا لما عملنا برجر الفراخ قبل كده، انا عملته بطريقه كانت سهله وبسيطه وفي نفس الوقت ما حطيناش بقسماط غير يعني بقسماط مطحون غير معلقه او معلقتين عشان ان هو يتماسك. اما في الاخر النتيجه اللي وصلنا لها ان البرجر كان كله يعني تشوفيه شكله من بره وتقسميه بالنص، انت بتاكلي برجر فراخ، بتاكلي طعم الفراخ وحاسه بيها، وبتقسميه وبتقطعيه بتلاقي ان هو يعني باين فيه الفراخ خالص، مش ان هي عباره عن عجينه ان انت بتاكليها. فاحنا النهارده هنعمل البرجر بتاع اللحمه، هنحط له ملح وفلفل بس، مش هنحط اكتر من كده. وهنبدا ان احنا نشكله. وهنعمل العيش البرجر، احنا عملنا قبل كده الكايزر او البرجر العيش بتاع البرجر بطريقه تانية كان فيها لبن وكان فيها زبده. النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه وبمكونات عندك في البيت، وتنفع طريقه العجينه دي لاي نوع مخبوزات عندك. هتعمليه بيتزا هيمشي معاكي، هتعمليه برجر كايزر عيش برجر او كايزر هيمشي معاكي، هتعمليه عيش فينو هيمشي معاكي، هيمشي معاكي في اي حاجه خالص. طريقه كلاسيك للعجينه بتمشي معاكي في اي وصفه انت بتعمليها او انت بتحبي ان انت تعمليها في البيت. مش مكلفه خالص، هي بتتكون من دقيق وزيت وملح وخميره فوريه وسكر وميه هنعجن بيها. مش هنحط لبن، مش هنحط زبده، مش هنحط اضافات كتير ان انت تخليكي تكسلي او ان انت ما تعمليهاش في البيت او ان هي ما تطلعش معاكي يعني حاجات مكلفه ليكي. لا، احنا هنعملها بزيت وبحاجات بسيطه خالص، وهتطلع معاكي ناجحه ان شاء الله باذن الله، وهيطلع طعمها حلو وهتعجبكم جدا باذن الله. اول حاجه دلوقتي هنبدا نحط ملح وفلفل بس على البرجر وعلى اللحمه المفرومه، وهنبدا ان احنا نعجنها بالطريقه دي كده، ان انت تدخلي الملح وفلفل فيها ونبدا ان احنا نعملها شكل اقراص. دي الطريقه واحسن طريقه للبرجر. في بقى طرق تانية كتير للبرجر هنعملها ان شاء الله باذن الله مع بعض في القناه وهوريها لكم، بس احنا بنبدأ بالطرق السهلة. في ناس كتير بتكسل ان هي تعمل حاجات في البيت بسبب ان هي بتبقى الطريقة معقدة او المكونات كتير فتحس ان هي بتستصعبها. لا، احنا بنعمل كل حاجة بطريقة سهلة خالص، بنختار اسهل الطرق اللي احنا نعمل بيها المكونات في البيت، او ان احنا نعمل اكلة في البيت وان احنا نعملها للولاد نفس شكل بره. بالعكس، احنا مش بيكون فيها مواد حافظة،
البرجر بتاع بره مش بنبقى عارفين هو لحمة ايه بالظبط ومعمول ازاي وايه اللي متضاف عليه. لا احنا بناخد حاجات من غير مواد حافظة وفي نفس الوقت صحية وبطريقة سهلة وكويسة خالص. فهنبدأ ان احنا نعجنهم مع بعض كده بالايد شوية، ان الملح وفلفل واللحمة تدخل في بعضها الانسجة بتاعتها، ونبدأ ان احنا نشكلها. ادي شكله بعد ما انا عجنته بيبقى بالطريقه ديت. انت بتحطيه في طاسه وهوريلكم هنسويه ازاي. ممكن التكه في البرجر ان انت بتضغطي في النص كده فيها، بحيث ان هي لما بتيجي ان هي تستوي النص ده بيعلى فبيبقى كله جوسي كده، وبيخلي السائل بتاع اللحمه بيطلع عليها كلها من فوق وبتستوي. بيتحط على نار عاليه الاول، ويفضل ان الطاسه يكون ما بتلزقش، وتحطي فيها سمنة. هو بياخد يدوبك لون من تحت، وبعد كده بتقلبيه الناحية التانية، ما بيقعدش يتقلب كتير في الطاسة. لا انت بتقلبي بتحطيه بياخد لون من الوش دوت، بتقلبي على الناحية التانية. بعد كده بتهدي عليه النار بحيث ان هو يستوي كويس على نار هادية بعد ما ياخد اللون، وبتطلعيه. ما بتضغطيش عليه بمعلقة عشان ما ينشفش بعد كده. قلنا حجمه هيقل، ده عادي. ان هو مفيش في اللحمة مكونات غير ملح وفلفل بس. الطروف بتاعته بتبقى غير منتظمة، ممكن يبقى شكله مشقق شوية معاكي، ده كله عادي. البرجر الكلاسيك ما بيتعملش مكبس، مش زي برجر الفراخ ان احنا عملناه في الغطا وفردناه على ورق زبدة ودخلناه الفريزر. لا هو مجرد ان هو ملح وفلفل وبيبقى بالشكل ده كده، وبتحطيه في النار على طول. فهبدأ ان انا اشكلهم كلهم ونشوف هنسويهم ازاي. وفي نفس الوقت هنعمل دلوقتي العجينة بتاعة العيش الكايزر، ونصبر عليها لغاية لما اوريلكم خطواتها خطوة خطوة. المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف بتاع الفيديو، سهم صغير جنب العنوان بتضغطوا عليه بيفتح لكم صندوق الوصف، هتلاقوا المقادير بالكوباية وبالجرام. وهوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. هنا احنا هنبدأ ان احنا نعمل عيش الكايزر. اول حاجة عايزة اقولها ان في ناس كتير سألتني على موضوع المخبوزات. ليه المخبوزات ممكن ما تنجحش معانا؟ اول حاجة نوع الدقيق اللي انت بتجيبيه. انا بجيب نوع الدقيق اللي هو جميع الاستعمالات اللي هو سايب. ممكن تجيبي برضو دقيق جميع الاستعمالات ويكون اكياس. دي اول حاجة، لازم نوع الدقيق اللي انت بتختاريه للمخبوزات. دي اول حاجة. تاني حاجة، انت بتخافي من موضوع المخبوزات ان هي ما تنجحش معاكي، ممكن تعتمدي الطريقة ديت معاكي ان انت تعمليها في مخبوزات كتير، في البيتزا وفي اي حاجة عندك. ان انت هتحطي الخميرة، هنحط الخميرة معلقتين كبار، هنحط 4 معالق سكر، وهتحطي مية دافية. وهنبدأ ان احنا نعمل ايه، ندوبهم مع بعض شوية، وان احنا نسيبهم ان هم يتفاعلوا 10 دقايق. وبعد كده نزود الزيت والملح والدقيق، بتضيفيه تدريجيا وتبدأي تعجني. العجينة ما تبقاش مكتومة في ايدك وما تبقاش تقيلة، تبقى طرية وملمسها ناعم، وان هي بتشد معاكي. ملزقة في ايدك دي مش مشكلة خالص، ده معنى ان هي هتطلع هشة معاكي. ممكن ان انت بتخمريها اول مرة، اول ما بتبدأ ان هي تعلى معاكي بتبدأي تهبطيها بايدك، وبتصبري عليها مثلا ربع ساعة تاني ولا حاجة ان هي تعلى تاني، وتبدأي ان انت تشكليها بعد كده. الحركة دي بتخلي المخبوزات معاكي هشة، وتبقى القلب بتاعها طري من جوه زي القطن، وما بيبقاش فيها مشكلة خالص. يبقى بتاخدي بالك اول حاجة من نوع الدقيق، بتاخدي بالك ان انت مش عارفة تعملي المخبوزات ان انت تضيفي كمية سوائل قد ايه، حطي السوائل الاول وضيفي الدقيق تدريجيا. دي حاجة. في التسوية لازم الفرن تكوني مسخناه من قبلها، بتحطي في الرف الوسط مش في ارضية الفرن، على درجة حرارة 180 او 200. والقرص، العيش الفينو، البيتزا، العيش الكايزر، اي حاجة معاكي بتاخد ربع ساعة، من 15 دقيقة ل20 دقيقة، مش اكتر من كده. هنبدأ دلوقتي ان احنا نسيبهم، هنقلبهم كده بالمضرب ونسيبهم 5 دقايق او 10 دقايق، ونبدأ بعد كده ان احنا نعجنها. هنا
اهي شايفين شكلها عملت فقاعات ازاي. والخميره برضو يعني الطريقه ديت بتخليك ان انت بتختبري الخميره قبل ما انت تستعمليها، بتتاكدي من نجاحها وان هي هتعلى معاكي بعد كده وهتتفاعل في العجينه ولا لا. وطبعا بتحتاجي حاجه واسعه ان انت تعجني فيها، عشان العجينه لما بتتفاعل وتعوز مكان كبير ان هي تخمر فيه، تلاقي مكان ان انت تعمليها في حاجه واسعه. دي اول حاجه. هنبدا دلوقتي ان احنا نضيف الزيت كوبايه الا ربع زيت. هنحط كوبايه الا ربع زيت. هنبدا نضيف الزيت الاول. العجينه ما فيهاش اي حاجه غير شويه زيت وميه وخميره وسكر، وهتضيفي الدقيق بعد كده. فيعني هي سهله جدا، ممكن تعتمديها في مخبوزات كتير. ضفنا الزيت وهنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. هنبدأ بعد كده نضيف الدقيق بالتدريج. وهبدأ ان انا اعجن. المخبوزات يعني انا بحسها سهله جدا، ما فيهاش مشكله. في ناس كتير بتخاف منها او ان هي تفشل منها. انتي بتتبعي الخطوات خطوه خطوه وبالراحه خالص، وما يعني ايه، ما تبقيش ان انتي المكونات سهله، بتحطيها بالترتيب وبالتدريج وبتتبعي الخطوات، وان انتي اسهل طريقه ليكي ان انتي تحطي المواد السائله الاول. فاحنا هنبدا كده نزود الدقيق الاول ونبدأ ان احنا نعجن. هنا انا ضفت الدقيق، هضيف يعني زي ربع معلقة كده او نص معلقة ملح، وهبدأ ان انا اعجن. حاجة تانية ومعلومة تانية احب اقولها لكم، ان كيلو الدقيق في انواع الدقيق بياخد 500 ملي، يعني نص لتر مية او نص لتر لبن. لو انت هتعجني بيه ممكن يكون مجين كبار النص كيلو اللبن او المية. فانتي بتبقي عارفة ان الكيلو الدقيق بياخد 500 ملي او 600 ملي مية. دي برضو معلومة حبيت ان انا اقولها لكم. هبدأ ان انا اعجن دلوقتي. بصوا العجينة بالطريقة دي كده هي عايزة دقيق. بنوصل لمرحلة ان احنا بنوقف ان احنا نحط دقيق، وبنبدأ ان احنا نحط نبدأ نعجن بس. بتوقفي ان انت تحطي مية او تحطي دقيق، وبتبدأي ان انت تعجني بس. لو عندك عجان بتديها 3 دقايق 4 دقايق، ممكن لغاية 10 دقايق عجن في العجان، لغاية لما تحسي ان هي كلها بقيت حتة واحدة العجينة. اما لو انت ما عندكيش عجان بتعجني بايدك لغاية لما تحسي ان هي ما فيش اي اضافات، يعني ما فيش اي حاجة تانية، ان هي بس اتعجنت وبقيت عجينة متماسكة في ايدك. بصوا هنا انا بدأت ان انا يعني ضفت الدقيق بس، انا لسه ما بدأتش اعجن فيها. بصوا هي اتمسكت كلها اهي العجينة مع بعض، بقيت حاجة واحدة. هي كده محتاجة ان هي تتعجن كويس بايدي بس. مش هنحط دقيق تاني، مش هنحط مية تاني، مش هنحط اي حاجة تاني. هي بدأت ان هي تبقى محتاجة ان هي تتعجن بس، مش محتاجة ان هي يتضاف لها دقيق او مية تاني. هنا انا عجنت خلاص وعجنت فيها بايدي كتير. بصوا العجينة بتلزق في ايدك بالطريقة دي مش مشكلة ولا عيب في العجينة، ولا ان هي محتاجة مية ولا ان هي محتاجة دقيق. العجينة كده مظبوطة وكويسة اهي. مادام انتي بتعجنيها اهي طلعت من الطبق، ادي الطبق فاضي خالص، وادي العجينة في ايدي اهي. بصي العجينة طرية خالص اهي، بصي بتمط وطرية، ما فيهاش اي اضافات غير زيت وشوية ملح وشوية سكر وخميرة وبس. هي كده بتلزق، هتسيبيها بتلزق كده عشان تطلع هشة معاكي. هنغطيها في الشتاء بتغطيها بستريتش، وبتغطيها بفوطة او كوفرتة او اي قماشة عندك تقيلة، وبتحطيها في المطبخ، او لو انت بتدفي الفرن وبتطفيها وبتحطيها جواه، بتحطيها في اوضة عندك دفى في البيت لغاية لما العجينة تخمر. اول ما تخمر هنهبطها، هتهبطيها بايدك بالطريقة دي
ديت وهتسيبيها ان هي تخمر تاني. بالطريقه ديت العجينه طول ما هي بتلزق وبتخمر وبتهبطيها بتطلع معاكي هشه من جوه لما انت بتشكليها. هنسيبها تخمر وهنسوي البرجر دلوقتي. هنا انا حطيت طاسه على النار وحطيت فيها سمنه. يعني انا بحب دايما الحاجات اللي بتستوي على النار وان هي بتاخد حراره شديده او هتحمري فيها ان هي تكون سمنه ما تكونش زيت. القلي ممكن بتقلي في الزيت عادي، اما بيكون سمنه مش زيت. وفي نفس الفكره برضو لما انت بتيجي ان انت تحمري حاجه زي كده ما تحمريش في زبده. انا بحس ان الزبده مش بتسوي الحاجه كويس وان هي ممكن تشيطها. ادي البرجر بتاعنا هننزله في السمنه وهنحطه، هياخد لون، هنقلبه الناحيه التانية، حجمه هيقل عشان اللحمه فيها دهون، الحجم بتاعه هيقل. وهنشوفه بعد ما يستوي. وهو بيستوي ما بتضغطيش عليه بشوكه، ما بتضغطيش عليه بمعلقه، ان هو تضغطي عليه كده هيطلع ناشف معاكي. فاحنا هنبدا ان احنا نرصه بالطريقه ديت يستوي ويكون العيش الكايزر استوى معانا، ونبدا ان احنا نشوف هنقدمهم ازاي. شايفين النار دلوقتي عاليه، بعد ما ياخد لون واقلبه الناحيه التانية ياخد لون برضو هتبداي تهدي النار عليه دقيقتين او 3 عشان يستوي كويس معاكي، وتبداي ان انت تطلعيه. مش محتاج تقليب كتير، مش بنقلب كتير، احنا مجرد بس كده ان احنا بنقلبه الناحيه التانية هياخد لون الناحيه دي يتقلب الناحيه التانية. هنا معانا العجينه بعد ما خمرت، شايفينها بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شايفينها عامله ازاي؟ بصي عامله زي الاسفنجه وحجمها ضاعف خالص معانا. فاحنا هنبدا ان احنا نهبطها بالطريقه دي، وهنبدا ان احنا ناخد منها كور زي الليمونه كده اهوت. ان انت تبداي ايه يعني كور صغيره، بتبداي ان انت تحطيها على ايدك وبتلمي الاطراف بتاعتها لجوه بحيث ان هي تبقى مقفوله. هنحطها في الصاج وهنشكلها كلها وهنحطها في الصاج. الصاج انا دهناه سمنه وبعد كده حطيت ورق زبده ودهنته سمنه تاني. انا ما بفضلش ان احنا ندهن الصواني اللي بتدخل الفرن زيت، عشان الزيت لما بيتعرض لدرجه حراره عاليه بيخلي ساعات المخبوزات ان هي ممكن تلزق، وفي نفس الوقت بيعمل زي صفار في الصواني. بيبقى الصواني الالومنيوم خصوصا بيبقى فيها زي صفار كده. فاحنا هنبدا ان احنا بتلمي العجينه كلها لجوه بالطريقه دي. حاسه ان هي مثلا بتلزق معاكي شويه، ممكن ان انت تعفري ايدك كده بدقيق بسيط وتحطيها. شايفين احنا حطيناها بالشكل ده كده. اهم خطوه وانتي بترصيها في الصاج برضو ان انتي تحطيهم بعيد عن بعض، عشان احنا هنشكلهم وهنسيبهم 10 دقايق او ربع ساعه لغايه لما احنا نسخن الفرن. فعشان في الوقت ده هي حجمه هيتضاعف. انتي بالطريقه دي ما تحطيهمش جنب بعض بحيث ان هو يطلع لك الشكل المنتظم بتاع البرجر، فعشان ما يلزقوش في بعض وتضطري ان انتي تفكيهم من بعض ويبقى شكلها من بره مش حلو ومش منتظم ومش نفس شكل البرجر. اهي تاني واحدة بنبدأ ان احنا نلم الطروف بتاعتها لجوه، هتبقى اهي بالمنظر ده كده. هنسيبها وهنحطها بعيد عنها خالص اهوت. حطيتها بعيد عنها خالص بحيث ان الاتنين يبقوا بعاد عن بعض، وفي نفس الوقت لما هي هنسيبها 10 دقايق او ربع ساعة هتخمر يبقى وتدخل الفرن حجمها يزيد، ما يتأثرش شكلها من بره وما يبقاش شكلها منتظم ان هي يبقى شكل البرجر. ادي قطعة تالتة بتاخدي اهي الطروف بالطريقة دي بتلميها كده لجوه. بتاخدي الطروف بتخليها ان هي تكون لجوه ويبقى شكلها من بره عامل زي الكوره اهو، ويبقى مقملس الشكل بتاعها من فوق اهو. جمعناها بالطريقه دي اهيت. ودي تالت واحده حطيناها بعيد عن بعض خالص اهوت. التلاتة بعيد عن بعض خالص عشان ياخدوا معاكي الشكل المنتظم بتاع البرجر. هنسيبهم 10 دقايق وبعد كده ندخلهم الفرن. هندهنهم ايه؟ هندهنهم بالفرشة كيس نسكافيه بلاك وبضايه ولبن. بندهن بالفرشة وبنرش عليه من فوق سمسم وبندخله الفرن، وهوريه لكم قبل ما ندخله. هنا انا بعد ما شكلت الكميه كلها اللي احنا عملناها، بصوا حجمه الضعف ازاي. هنبدا ندهنه من فوق النسكافيه بلاك دوت مع نقطتين لبن وبضايه، بنضربهم مع بعض وبنبدا ان احنا ندهن من فوق.
هنا انا بعد ما ضربتهم مع بعض بيبقوا بالشكل دوت. النسكافيه مش بيخلي البياض، يعني الريحه بتاعه البيض تبان في المخبوزات، او ان انت تحسي بزفاره في بتاعه البيض وانت بتدهني المخبوزات بيها من فوق. هندهن بالشكل دوت كل المخبوزات اللي معانا، الكايزر كله من فوق، وهنحط عليه سمسم، وهندخله الفرن ربع ساعة أو تلت ساعة بالتبعية، ومش بتسيبيه فترة طويلة، وفي الرف الوسط على 180 أو على 200 على حسب ما انت عايزة، 180 200 بس في الرف الوسط. ولازم يعني 15 دقيقة بالظبط، 20 دقيقة وبالتبعية. يعني لو 20 دقيقة يبقى 180، 15 دقيقة يبقى على 200. ده الشكل النهائي بتاع البرجر النهارده وعيش الكايزر. بصوا انا مش هتكلم، هي الصوره بتتكلم لوحدها، كفايه الالوان. بصي احنا عملنا يعني وجبه غاليه بره في المطاعم، عملناها في البيت بمكونات بسيطه جدا، يعني باضافات سهله خالص. العيش الكايزر عملناه بعجينه سهله جدا جدا جدا، من غير لبن ومن غير زبده ومن غير اي حاجه خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الكميه اللي طلعها معانا، الدقيق اللي احنا عملنا بيه يعني كوبايتين ميه حطينا عليهم دقيق، بصوا طلعوا معانا كام واحد برجر عيش. بصوا يعني تحس ان هي سفنجه كده، العجينه ما فيهاش زبده، ما فيهاش لبن، ما فيهاش حاجه خالص. بصوا من جوه عامله ازاي، يعني تحس ان هي زي القطن بالظبط. مكونات سهلة جدا، بتطلعي حاجات حلوة جدا. هي الفكرة من الفيديو ايه؟ الفكرة من الفيديو ان انتي حاجات عندك في البيت انتي بتاخديها يعني بتفكري ان انا بديلك فكرة بس ان انتي تعملي ايه. اما هي حاجات بسيطة ومكونات موجودة عندك في البيت، انتي بتعملي الحاجات بتاعة المطاعم بره بتعمليها في البيت عندك. بصوا يعني انا مش، يعني انا حاسة ان هي الصورة بتتكلم لوحدها، فانا مش محتاجة ان انا اتكلم كتير عنه. بصوا المكونات سهلة جدا بتاعت العجينة، والنتيجة اللي طلعت لينا في الاخر مرضية جدا. بصوا يعني مخبوزات انت تقدري تعتمدي العجينه ديت لاي مخبوزات عندك، للبيتزا، لعيش البرجر الكايزر، للعيش الفينو، للقرص، ان انت ممكن تحشيها جبنه، ان انت تحشيها مربى، ان انت تحشيها عجوه. يعني بصي الافكار كتير من حاجه واحده بس ان انت بتعمليها. انا هنا عملت طبعا بطاطس، عندي القطاعه الشكل اللي انا وريتها لكم قبل كده، فعملت بطاطس، قطعت لهم خيار، جزر، طماطم. الالوان، الاطفال قلنا بتحب الالوان، فالالوان بتدي شكل مبهج كده في الاكل، فبتخلي اللي يعني انت بتاكلي بعينيكي الاول، فانت لما بتشوفي منظر الاكل حلو انت بتاكلي كويس. هنا انا جبت فيه كابوتشي والبرجر وخيار وطماطم. انا ما حطيتش صوصات خالص في الساندوتشات. البرجر بصوا من جوه اللحمه بتاعته عامله ازاي، عشان هو لحمه بس. بصوا شكله من جوه عامل ازاي، عشان هو لحمه بس. البرجر مفيش بقى بقسماط، مفيش بيض، مفيش الاضافات الكتير التانية. قلنا مش في البرجر بتاع النهارده. البرجر بتاع النهارده الطريقه الكلاسيك. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه ان انتوا تطبقوها. انا مجرد ان انا بديكم فكره، وانا عارفه ان انتوا اشطر مني بكتير ان انتوا تنفذوا الحاجات دي في البيت. ولو انتوا اول مرة تشوفوني وتشوفوا قناة مملكة اسيا، اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا مشتركين، لايك وشير للفيديو، قولولي على رأيكم في التعليقات، وانضموا لجروب مملكة اسيا على الفيسبوك والبيج مملكة اسيا. ومنتظرة انضمامكم للمجموعة وتقولولي على رأيكم في التعليقات. يا رب الوصفة تعجبكم.